السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة نعمل مع بعض وصفة جامدة جامدة جامدة، غير بصوا الطريقة التقليدية. في ناس كتير عارفاها وناس مش عارفاها. طبعا كملي معايا الفيديو وانت تشوفي انا هعمل ايه النهاردة بطريقة سهلة جدا جدا جدا. بس ما تنسينيش بقى باللايك وبالشير، واللي مش مشترك يشترك. ودي قناتي على اليوتيوب يوميات ام مروان على قد الايد، طبعا على التيك توك وعلى الفيس بنفس الاسم. اتمنى ان فيديوهاتي تعجبكم، واتمنى اللي لسه داخل جديد معايا بجد تعجبوا وصفاتي بجد هتعجبكم قوي 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 قوي، لانها سهله جدا وبجد يعني هتبهر اي حد، وهتطلع معاكي بنفس الطريقه اللي انتي بتشوفيها قدامك. طبعا وهنعمل برضو صوص الشوكولاته النهارده، بس هنزله لكم فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم. تابعيني، بس ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، لان لو انت مش مفعله زر الجرس مش هيوصلك اي حاجه مني، هيجيلك الفيديوهات القديمه. طبعا تابعيني وتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا معايا بوله هنزل بيها بقى بكوبايتين ونص من الدقيق. بصوا كوبايتين يكونوا ممسوحين كده من الدقيق، كوبايتين ونص اهي. وذره من الملح، ربع معلقه صغيره، ونص وربع كوبايه سكر عادي، وكيس خميره اهو. هقلبهم بقى تقليبه كويسه جدا لحد دلوقتي كده. طريقه سهله جدا جدا. طبعا هنعمل مع بعض بصوا حاجه حلوه قوي، واقول لكم الطريقه ايه التقليديه، والطريقه اللي المره دي متغيره في ايه. طبعا نزلت بصفار بالطين، البياض لا الصفار، ورشه فانيليا، وتلات ارباع كوبايه لبن اهو. طبعا اللبن لازم يكون دافي، دفيه كده زي دمعة العين. وقلبي بقى لمي العجين. بس لازم يا جماعه تلموا كده بالسباتيولا الاول، او بمعلقه او باي حاجه، لمي بس العجين وبعد كده بقى بايدك. طبعا نزلت بقى بثلاث معالق من الزبده السايحه او السمنه اللي عندك حطيه اهو. هقلب بقى، هلم بقى العجينه كده بلمتها بالسباتيولا اهي. هقلب بايدي بقى هعجنها. انا عايزه عجن كويس. بصوا انا مش عايزه اشغل العجان، عايزه اعمل معاكم عشان اللي ما عندهاش عجان تبقى تستخدم بايديها كل حاجه وتعمل بايديها ويطلع معايا النتيجه احسن من العجان 100,000 مره. طبعا بصوا انا بوريكم لازم العجينه تكون بتلزق كده. اعجني بس فيها شويه هتطلع معاكي طريه ملبن، والتلزيقه دي هتروح. طبعا انا قلت بقى عجينه على الرخامه كده عشان اجيبها كده بقى يمين وشمال، بحيث ان انا اخلي العجينه معايا طريه، اقدر ان انا اتحكم فيها. يا جماعه العجين يعني اساسه، يعني اي مخبوزات اساسها عجين. طبعا انتوا فهمتوا ان انا هعمل مخبوزات، بس ايه هي المخبوزات وايه هي الطريقه اللي الناس كلها عارفاها، والطريقه النهارده اللي انا هعملها غير اللي الناس عارفاها. بصوا تابعوني بس. طبعا بصوا شايفين العجينه قعدت اعجن فيها يجي ربع ساعه كده او اقل من ربع ساعه صراحه، لغايه ما العجينه معايا بقت ملبن. عارفين يعني ايه؟ شايفين الملبن بيبقى عامل ازاي؟ نفس الطريقه، ولا قعدت بتلزق ولا اي حاجه خالص خالص. طبعا ايدي عشان عجنه بيها فيها دقيق، لكن بصوا لو تلاحظوا ما بيلزقش في ايدي. انا حبيت ان انا ايه اقرب الكاميرا ليكم. طبعا جبت البوله مسحتها مسحه من الزيت بسيطه كده، وغطيتها بقى بالاستريتش، وغطيها برده بفوطه، وايه وهسيبها تختمر. طبعا الجو حر، ولا عين بحطه في فرن بقى دافي ولا الكلام ده. صراحه هي ما بتكملش نص ساعه وبلاقيها عليت، وهتشوفوها دلوقتي اهو. طبعا رجعت لها بعد ما شاء الله مع حجمها تضاعف جامد اهو. افضي بقى منها الهواء. بصوا طريه جدا، حاجه حلوه قوي. اعجني يا جماعه، اعجنوا يا جماعه العجين، هتطلع معاكي عسل كده. طبعا هجيب رشه من الدقيق كده على الرخامه، لازم رشه من الدقيق. وهجيبها بقى ايه، هفردها، بس لازم ارش برضو رشي على وشها برضو دقيق عشان تتحكمي فيها بالنشابه. لكن مش هتحطي دقيق هتلزق معاكي في النشابه، حتى لو العجينه معاكي طريه ولينه كده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. افرديها مدوره بقى مستطيله طبعا ما انت عايزه. طبعا بصوا انا هعملها بكذا حاجه، هعملها بكوبايه، وانا صراحه مش عندي قطاعه. طبعا انا هعمل دونتس يا جماعه، بس دونتس المره دي مخبوز مش مقلي في الزيت.
طبعا كلنا بنحب نعمل حاجات اليومين دول خفيفة عشان الحر، وانت عارفين المعدة والصدر بيتعب يعني بيبقى يحصل حرقان من الزيوت وكده. وطبعا واللي بتعمل دايت وكده، المرة دي هعمل لكم بقى دونتس مخبوز. بصوا حاجة خطيرة، حاجة وهم، حاجة والله والله اللي هتجربه عمرها ما تعمل دونتس تاني مقلي في الزيت. النهارده هعمله لكم بطريقه حلوه قوي 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 هتعجبكم. طبعا بصوا قطعته بالكوبايه. وهقطع طبعا اللي شكلت زي ما انتوا شفتوا كده، قطعت كذا كذا واحده صراحه، عملوا لي كوبايتين ونص، عملوا كذا يعني هتشوفوا دلوقتي. بصوا اللي حته العجينه اللي اتبقت اللي انا طلعتها خرجتها برضو، فردتها اهي فرده تانية اهي. هستخدم بقى المره دي غطا بطرمان، بحيث ان انا عملت دونتس صغير على حجم الكوبايه، ودونتس كبيره اهو. بصوا بالغطا تقطيعته سهله، لو انت ما عندكيش قطعه الدونتس يعني هنتصرف مش هنقف. انا صراحه ما عنديش قطعه الدونتس، هجيبها وبرضه هعمل لكم بيها فيديو تاني اهي. بصوا فض بقى الحته اللي هي صغيره، فقلت افردها بايدي كده واعملها برضه. طبعا يا جماعه اللي نسيت اقول لكم، الدونتس المخبوز ده اخف بجد من المقلي، ووصفه بجد ناجحه جدا 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 وهتعجبكم قوي. طبعا بعد ما قطعته اسيبه يرتاح بس 10 دقايق. اي عجين بعجنه لو تلاحظوا انا بسيبه يرتاح. بصوا حجمه تضاعف، بس والله هو مش ظاهر معاكم، بس اهو بصوا انا حبيت ان انا اوريه لكم قدام الكاميرا. يعني انتم ملاحظين التقطيعه كانت عامله ازاي، حجمه تضاعف. طبعا ايه، انا دلوقتي ولعت الفرن بقاله دقيقتين، هدخل بقى الفرن اهو. طبعا مش هسيبه، هولع بس من تحت واحطه على الشبكه. اول ما احس ان هو احمر طبعا عيني عليه هفتح الشوايه ويطلع احلى دونتس زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله خطير 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 خطير. وانا اليومين الجايين ان شاء الله هظبط الاضاءه بتاعه المطبخ عشان الحاجه تظهر لكم على لونها الطبيعي. طبعا لون الدونتس كان ذهبي وجميل جدا جدا جدا، ومحدش صدق ان هو مخبوز مش مقلي. طبعا في الوقت ده هو سخن مولع، بس لازم تستحمليه تمسكيه يعني عشان تاخدي تكملي الطريقه ناجحه للاخر. عندك سمن او زبده سيحيها وامسحي بقى مسحه كده وهو سخن كده، وسكر. بس السكر لازم يكون ناعم ما يكونش خشن. وبيلي بقى في السكر، يعني امسحي مسحه بالسمنه اهو او الزبده اللي عندك اهو. وبعد كده حطي في السكر وهو سخن، ما ينفعش لما يبرد، اول ما يطلع من الفرن تعمليه. طبعا أنا مش كنت مستحملاه على ايدي، كنتم ملاحظين ايديا احمرت. طبعا عملت الكميه كلها اهي. طبعا انا كنت بقى وانا فاصله الكاميرا على ما الدونتس استوى في الفرن كنت عملت صوص الشوكولاته ده. طبعا هنزله لكم ان شاء الله في فيديو جديد، فيديو تاني بعد الفيديو ده، عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا خطير، ولا نجيب بقى شوكولاته ونسيحها ولا كده، يعني كله من قلب البيت. عملت احلى صوص شوكولاته هيعجبكم قوي. هحشي بيه الدونتس. ممكن تحشي الدونتس ده مربى فراوله، مربى تين، اي ممكن تاكل كده صراحه. هوريكم دلوقتي هشاشانه وطري جدا، وحاجه حلوه قوي 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 تعجبكم. حاجه حلوه هتعجبكم اهو. بصوا خطير. بصي اعملي فتحه كده، طبعا شايفين بقى بظهر معلقه باي حاجه. اعملي فتحه يحشي بقى صوص الشوكولاته. انا عندي بيحبوا الشوكولاته، حتى ملاحظين بنتي ماسكه الدونتس اهو. وانا بحشيه سهل جدا في حشو، سهل في عمايله والله العظيم، واخف من المقلي. انا بحلف بالله العظيم احلى دونتس ممكن تاكليه في حياتك. طبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وكده الفيديو بتاعي انتهى. وطبعا انا حبيت ان انا اوصل لكم يعني اللي انا بعمله في بيتي صراحه، وما بحبش المقلي عشان بيبقى بزيت. وبصوا حتى لو اي شيف قال لكم ان هو ما بيشربش زيت، بيشرب زيت. مفيش حاجه بتتقلي في الزيت وما بتشربش زيت، فدي حاجه خفيفه جدا وبيطلع نفس المقلي بالظبط. في ايه، في حشاشينه. طبعا ده بيبقى من العجن، بيطلع نفس المقلي في لون التحمير. انت عينك اللي يعني بتبقى يعني ايه، انت بتقدري تتحكمي في تسويته.
بصوا خفيف كده وطري، والله العظيم حاجه يعني اخف من المقلي كتير 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 كتير. جربوها يعجبكم قوي. وكوبايتين ونص دقيق هنعمل احلى دونيتس واحلى صوص شوكولاته ان شاء الله في الفيديو الجاي. بصوا طري ازاي، ملبن. عارفين يعني ايه العجينه، كنت شايفينها طريه ازاي. وصوص الشوكولاته اهو، زيني بقى زي ما انت عايزه باحلى تحليه. انت عايزه مربى صوص شوكولاته طبعا ما انت عايزه. وكده الفيديو بتاعي انتهى. ما تنسينيش باللايك وبالشير وتتابعيني على التيك توك وعلى الفيسبوك. وطبعا انا غبت عليكم كام يوم لان كان نجاح ابني. ربنا يفرح الجميع ويفرح كل الامهات يا رب. وكده الفيديو بتاعي انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.